تمكنت صباح اليوم فرقة الصاعقة من القبض على ناصر الزفزفي الذي كان مختبئا عند أحد من أقاربه في مدينة الحصيبة، كما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية. وكانت النيابة العامة قد أعلنت عن اعتقال 22 شخصا متورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الحصيمة خاصة والريف عامة. وكان الزفزافي وأتباعه قد اقتحموا مسجدا بالحصيبة أثناء صلاة الجمعة، مما أدى إلى عدم اكتمال مراسمها، مما عجل بإصدار مذكرة اعتقال في حقه وكل من معه.